طب يا جماعه عايزين نفرق كده ما بين مشروع جون ادوارد ومشروع مدير فني يانيك فيريرا. طبعا جون ادوارد زي ما قلنا قبل كده هو جه عمل طفره وعمل يعني سيستم كويس نادي الزمالك ماشي عليه، وجاب لعيبه الى حد ما في حدود امكانيات اداره او حدود امكانيات نادي الزمالك اللي قدرت توفرها له الاداره. ولكن طبعا هو يعني لو فشل في ملف واحد زي ما قلنا كده هو ملف يانيك فيريرا لحد دلوقتي، وفي بعض اللعيبه انا وجهه نظري برضو لا تصلح، زي مثلا معالي، زي مثلا شيكو بنزا. انا بشوف ان اللعيبه دي مش على قد مستوى نادي الزمالك. يمكن احمد ربيع لعيب كويس، صفقه كويسه جدا جدا، محمد اسماعيل، خوان بيزيرا، لا في لعيبه بصراحه جابها لعيبه ممتازه. يمكن هو الملف اللي اخفق فيه وجهه نظري مش ان هو جاب المدير الفني ده بس هو جاب المدير الفني وفي نفس الوقت هو لما المدير الفني فشل واثبت فشله والراجل مصر على الغلط، والراجل بقاله 4-5 ماتشات بيغلط نفس الغلطه، وفي نفس الوقت المدير الفني او جون ادوارد المدير الرياضي مش بياخد قرار. فدي انا بشوف في وجهه نظري دي هي دي المشكله الكبيره. الاصرار على الخطا، لا لازم كنت تتدارك الموضوع ده من بعد ماتش وادي دجله. خلاص كانت وضحت الصوره قوي ان الراجل مصر على الخطا. كان ماتش المقاولين قبلها وماتش دجله مفيش بنتعلم، ما بنتعلمش من غلط. جه ماتش الجونه نفس الغلطه برده، بتبقى كسبان 1-0 وبترجع بتتراجع بطريقه غريبه جدا وما بتحرزش اهداف. عندك مشكله كبيره في الحته الهجوميه، ما بتقدرش تخلص اجوان كتير، تجيب 1-0 وبتستكفى وبترجع تدافع ولا كأنك مثلا ماسك فريق صغير. فانا وجهه نظري بصراحه جون ادوارد فشل في موضوع المدير الفني بس، ومش بس ان هو فكره ان هو جابه، لا هو فشل في ان هو مستمر لحد دلوقتي. كان لازم يجي مدرب مصري مؤقت وجهه نظري يعني، وليكن مثلا طارق مصطفى، مؤمن سليمان، ايا كان، لحد ما يجي مدرب كبير. الزمالك لازم يمسكه مدير فني خبره، اسم كبير يقدر يدير المنظومه اللي جوه نادي الزمالك. تاني حاجه يا جماعه المشكله الواضحه الكبيره قوي برضه عشان ما يبقاش الضغط كله على جون ادوارد، مجلس اداره نادي الزمالك مشاكل كبيره جدا جدا، مفيش توفير للفلوس. اللعيبه بتقعد بال3 شهور 4 شهور ما بتاخدش فلوس، وده حاجه طبيعيه جدا بنشوفها في الكوره، ان ده طبيعي ان يبقى ده مستواك. لعيب بيقعد 3 شهور ما بياخدش فلوس، لازم يبقى مستواه ده في الملعب، هيشغل باله، هيستحمل ماتش 2 3، هيستحمل شهر شهرين، ولكن خلاص هيجي له وقت هيبقى عايز فلوسه، وده حقه طبعا. زي اي حد بيشتغل في اي مكان في الدنيا، لو ما خدش فلوس شهرين 3 اكيد هيمشي. فلازم مجلس الاداره يراجع نفسه، لازم جون ادوارد يراجع نفسه في موضوع المدير الفني، ولسه الموضوع ما بص خالص، ولكن لو استمر على كده الدنيا كلها هتضيع خلاص. انا وجهه نظري الزمالك بيبعد واحده واحده عن الدوري، وانا قلت من الاول الاهلي المرشح الاول، حتى لما الزمالك كان بيكسب كنت بقول الاهلي مرشح الاول وبعديه بيراميدز، ولكن كنت بطمح ان الزمالك على الاقل ياخد المركز الثاني عشان يلعب بطوله افريقيا السنه الجايه. ولكن طبعا لو استمرينا على الشكل ده ما اعتقدش ان احنا حتى هنصعد كونفدراليه. فلازم الزمالك يراجع نفسه، مجلس الاداره وجون ادواردز، واعتقد يعني لو حلوا المشاكل دي ممكن الزمالك يرجع تاني على الطريق الصحيح. شكرا.